أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رسمياً أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظيره المنتخب النرويجي يوم الأحد 7 يونيو في مباراة ودية قوية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم. وتعد هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لأسود الأطلس أمام منتخب أوروبي قوي يضم مجموعة من أبرز النجوم يتقدمهم إيرلينغ هالاند، مارتن أوديغارد، ألكسندر سيرلوث. من جانبه أكد مدرب النرويج ستالي سولباكن أن هذه المباراة تمثل لهم فرصة مهمة لأنها تجربة أمام أسلوب كروي غير معتاد خارج القارة الأوروبية. وأضاف: المغرب فريق مميز وقوي ويشبه إلى حد ما السنغال من حيث طريقة اللعب، وسيقدم لنا اختبارا مختلفا. وختم تصريحاته قائلا: نستعد بشكل جيد لمواجهة منتخب بحجم المغرب قبل كأس العالم، ونحن سعداء بخوض هذه التجربة القوية. وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج إعدادي مكثف للمنتخب المغربي مع فتح باب حجز التذاكر عبر منصة Road to 26 لحضور هذه القمة الودية المرتقبة.